إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. صلي على محمد. مشاهدينا الكرام، المنتخب التونسي يواجه المنتخب الدنماركي، وكل منهما يخوض المحاولة السادسة له في مشاركاته في كأس العالم. الدنمارك 6 مشاركات وتونس 6 مشاركات. منتخب تونس يلعب اللقاء وكل أمل ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أمام منتخب الدنمارك وهو فريق أوروبي، ولم تفز تونس على أي فريق أوروبي من 10 مواجهات سابقة تاريخيا. تعادلت ب3 وخسرت ب7. مشاهدينا الكرام، كلنا امل ورغبه في نتيجه ايجابيه للمنتخب التونسي ان شاء الله، خاصه بعد التفاؤل الكبير بانتصار المملكه العربيه السعوديه على حساب الارجنتين. منتخب تونس يلعب لقاء اليوم بحراسه المرمى ايمن دحمان. خط الظهر عنده فنان النمس الموهوب، صوب يا رجل، يصوب، ولكن على طول دفاع الدنمارك يتدخل. يوسف المساكني واحد من المواهب العظيمه، غاب عن كاس العالم الاخير، ما فيش كلام. النجم الكبير اريكسن داخل قوي، يروح عليه. بص الشحن وبص الروح وبص القلب. عيدوني لاعب خط الوسط مدرب منتخب تونس المدرب جلال قادري. الخساره بالخمسه، ضربه ركنيه لصالح تونس على الايمن القريب على طول، ضربه الراس، ولكن تطلع الى ضربه المرمى. يوسف المساك ليه علي عبدي ومش ليه علي معلول. هقول لكم ليه بعد اللعبه دي. تصوير يا ولد. لسه بقول لكم ركزوا مع محمد دراجر، ممكن يكون نجم المباراه النهارده. باك يمين في خط ظهر بيتكون من البدايه. امشي معاه متر يحط سقير السنه مع المنتخب التونسي. سامحني راني متعدي. يا مان على اختار، يا ستار يا مان على اختار، اكتب لنا خير الاقدار يا الله. حلوه اللعبه اللي فاتت بشكل جميل. تعود تاني، ضغط ملعب عند من دراجر، وادي العرضيه خطر جدا. سلامات ومرت سلامات والتسديده الدحمان ما عداوش المجموعه. حضرتك هذه تخوف. مش عايزه انا يستهلك في ادوار دفاعيه، وده اللي بيعمله الحقيقه المدرب جلال قادري. يكون عندك لعيب موهوب عنده شخصيه وقائد مهارته. وخطيرة ودفاع موجود وركنية موجودة. كورنر بعد تدخل من اليساري علي العابدي. في المكسيك في على حساب المكسيك هناك والله فريد الأطرش بيدندن على العود. دراجر كانت عدات، كان متفطن اللاعب هويبرغ. خلي بالك من الكرة الثانية، تصويبة قوية يا ولد يا دحمان. الحاجات دي بتوع هجمة دنماركية. تمشي كرة خطيرة، اضرب الله يا عيسى. قلت عيسى واضربها عيسى، وكاد يقطفهم عيسى. ملا شوط 5 وخميس. كورنر للمنتخب التونسي وركنية. عيسى مش ممكن يا عيسى. امشي وحدك يا عيسى. مش ممكن على الكوتر التونسي. يعني منتخب الدنمارك ما يعديش. ممتازة وخطر لدراجر. فاول لدراجر. ترجع كرة لمحمد دراجر، يلعب في سويسرا. خطيرة هذه يا ستار والهدف الأول، والحكم يلغيه اوفسايد. الحمد لله. عدالة السماء. رد بالك يا التونسي. اضرب يا دراجر. ركنية لتونس. اي نصور، اي ظهور، اي بروز. منتخب الدانش، كرة صعبة لتونس، عرضية صعبة بالراس، ركنية يطلعها مرياح. وكرة كثيرة جدا، العرضية ملعوبة بالراس، ومرت سلامات يا العابدي، يا علي. اكثر حذري بالراس. يا الله كونتر اتاك. بعيدة الكرة على نعيم سليكي. مرت سلامات. التمريرات فسخ قدم اللاعبية، ركبة الشوط، يشوط وبرافو ابو دحمان. عالمي يا دحمان. شكرا ايمن دحمان. اريكسن
عيدوني، تبع يا عيدوني لو نعرف نقول قد يكون هدف امشي 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 بينالتي 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 ضربة جزاء ضربة جزاء راموس ضربة جزاء. جيب الفار جيب الفار حط الفار صفر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد مع افتتاحية بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 والمقامة في الفترة ما بين 20 من نوفمبر لعام 2022 وحتى 18 من شهر ديسمبر من نفس العام. تقام مباراة اليوم بين المنتخب الدنماركي والمنتخب التونسي في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من المنتخب التونسي والمنتخب الدنماركي والمنتخب الفرنسي والمنتخب الأسترالي. وقد أعلن نسور قرطاج عن القائمة المشاركة في المونديال، والتي تضم كل من أيمن دحمان ومعز حسن وأيمن البلبول والبشير بن سعيد في حراسة المرمى، ومحمد دراجير ووجدي كشريدة وبلال العيفة ومنتصر الطلبي وديلان براون وياسين مرياح ونادر الغندري وعلي معلول وعلي العبدي في خط الدفاع. وفي خط الوسط الياس السخيري وعيسى العيدوني وفرجاني ساسي وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان وحنا بعلي المجبري. وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري ونعيم السليتي وطه ياسين الخنيسي وأنيس بن سليمان وعصام الجبالي ووهب الخضري ويوسف المسكني. أما عن القائمة المشاركة باسم المنتخب الدنماركي في بطولة كأس العالم فتضم كل منهم كاسبر شمايكل من نادي نيس، وأوليفر كريستنسن من هيرتا برلين، وفيدريكو رونو من نادي يونيون برلين في حراسة المرمى. وفي خط الدفاع سيمون كاير من نادي ميلان، واندرياس كريستنسن من نادي برشلونة، ويواكيم مايلي من نادي أتلانتا، ويانس ستارجر ليرسن من سترابزون سبور، ويواكيم أندرسون من كريستال بالاس، وفيكتور نيلسون من جالاتا سراي، وراسموس كريستنسن من نادي ليدز يونايتد، دانيال فاس من نادي بروندبي الدنماركي، والكسندر باخ من بنفيكا. وفي خط الوسط ماتياس ينسن من برينفورد، وتوماس ديلاني من إشبيليا، وكريستيان إريكسن من نادي مانشستر يونايتد، وبيير إيميل هويبرغ من نادي توتنهام هوتسبير، وكريستيان نورجارد من برينفورد، وروبرت سكوف من هوفنهايم. وفي خط الهجوم كاسبر ليندستون من انتراخت فرانكفورت، ومارتن برايثويت من اسبانيول، وكاسبر دولبرج من اشبيليا، واندرياس كورنيليوس من كوبنهاجن، واندريس سكوف أولسون من كلوب بروج، وميكل ديمسجارد من برينفورد، ويوناس ويند من فولفسبورج، ويوسف بولسون من نادي إيربي ليبزيج الألماني. كل الأمنيات الطيبة للمنتخب التونسي في محاولة إحراز الفوز في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.